النفاتي تمريره لصابر بوغرين، فرصه لفريق فريق الرجاء. صابر بوغرين كما في الجهه اليسرى عند اللاعب بلال ولد يمرر فرصه والهدف. هدف الاول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب بلال ولد كنقول بانه اكيد تسديده كانت مباغيه غلطه الحارس بابكر نياسي، وفرحه كبيره للاعب تخطى الكره مرر عند صابر بوغرين اللي كيمرر في الجهه اليسرى. بلال ولد سدد الكره اللي لمسات المدافع، اذا المدافع مروان المزاوري هو اللي غلط الحارس بابكر نياسي، والكره في الشباك مره اخرى. نتابع التمريره ديال اللاعب بلال ولد ومروان المزاوري، حاول انه يقطع. كل مدرب كيقدم النصائح والتعليمات. بولكسوت على مستوى الجهه اليمنى، تمريره عند ادم النفاتي انطلاقه، طلب الكره اللاعب اسماعيل خافي، فرصه والهدف. الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء بطريقه ممتازه. اسماعيل خافي بعد ما سجل الهدف وتم الغاؤه، هذا المره يتمكن من الوصول لمرمى الحارس بابكر نياسي، واعتقد بنفس الطريقه تمرير جديد. فرصه والمحاوله انطلاقه ديال محمد بولكسوت. لاحظوا التمريره في اتجاه ادم النفاتي اللي شاف بان انطلاقه ديال اسماعيل خافي يمرر و الكرة في الشباك الحارس الموريتاني بابكر نياسي. هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء، لكن هدف دائما كيبقى مع وقف التنفيذ في انتظار القرار النهائي، قرار تأكيد أو إلغاء الهدف.